هيثم الدسوقي تفوق في مرحلة إثبات فعالية الفكرة وحصل على المركز الأول وبجدارة. هل راح يكرر فعلته في مرحلة الهندسة ويبقى متصدراً لقائمة مبدعي نجوم العلوم، أم أنه سيتزحزح عن عرشه العلمي؟ مصطلحات الاستشعار باللمس وحدها ستدعنا نلتمس الحقيقة. خلونا نشوف. أنا هيثم دسوقي لمرحلة الهندسة ما اخترتش حد يساعدني. أنا باسم لجنة الحكم أنا أعطيك هون لائحة بالمطلوب منك بهالمرحلة الهندسة. أول وحدة بدنا نستخدم هذا السنسور اللي عملناه بالسيطرة على مفتاح مي. هيثم فات على مرحلة الانجينيرينج وكان كثير محمس لدرجة انه صار يشرد عن الشيء اللي لازم يعمله، صار بده يعمل اشياء زيادة مش مطلوبة منه. أنا كده مبدئيا ما دخلتش خالص في الحنفية نفسها. لا، مين قال ندخل الحنفية؟ أنا عايز أخش. ما هنتحكم في وزارة المية؟ اون اوف. إزاي ما هنتحكم في وزارة المية؟ أنا عايز أطور الحنفية. هذا الشيء مش منيح له عشان رح يشتت له تركيزه على الشيء اللي هو بده يعمله. انت اختراعك الحنفية؟ لا، شو اختراعنا؟ اختراع التاتش. فاللي عملته انه انا قلت له بس شو لازم يعمل ويركز على الشيء اللي هو بده يعمله. باشمهندس علي خلاني فعلا ان انا اركز جدا على المطلوب مني قوي، وبعدها بدات ان انا اشتغل في الاتجاه الصحيح. نقدر من خلال الجاكيت يقدر مثلا يدور موسيقى او يخفف الصوت الموسيقى او يطفيها او يغير من موسيقى لاخبار. هيدي الجاكيت اللي فيها الجهاز ومخيط بقلبه تمام. بدي امسكها وكبها بالغساله. بس معنى ان انا هعمله في الروب معناه ان انا بحط على نفسي عبء كبير جدا، لان الروب انت بتلبسه وانت مبلول، مش بتلبسه وانت ناشف. فده كان يمكن من اكتر الحاجات اللي هتعمل عليا عبء في المشروع، بس الحمد لله قدرت ان انا اتغلب على الموضوع ده. حطيت الجهاز كله تحت الميه. شفتها كلها. يعني خلصت السيركت امبارح. اللي عمله هيثم هو طريقه كثير ذكيه، خيط ايد تاني جوات الروب، بين الروب وهالايد حط كل السيركتس تبعه. المرحله دي معظم المشاكل الحمد لله يعني ظهرت لي، الحمد لله قدرت ان انا احلها بنفسي يعني. ريدي ايش الحال؟ يلا بالايدك هيدي بالمي. عينيا. 3 حاسس شفاف تمام. اللي هو ماتريكس بدنا نطبعه على ازاز تقدر من خلاله تطلب رقم التليفون. تمام. يا قلبي. يعني انا اخدت رقم بلال واتصلت بيه، فاكتشفت ان انا بكلم رقم تاني يعني. الو 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 انا عارف. صار له 3 ايام هيثم عم بيعمل تستات، وما بعتقد في حدا جاهز قده، لانه يعني كل شغله صار مجربها وراجع مجربها وراجع مجربها مره ثانيه. كان مهندس، كان حاطط وقته مزبوط وعم يشتغل على البلان تبعه، وانا بعتقد انه الليله في يوقف قدام لجنه الحكم ويكون مرتاح ويبهرهم حتى. شويه هو عباره عن تاتش ستيكر. كان مطلوب مني في الانجينيرنج ان انا اطبق 3 ابلكيشنز. احد الابلكيشنز تليفون، وفي ان انا افتح الميه اقفلها بالتاتش واعلي درجه الحراره واوطيها، وان انا اتحكم في الروب في ام بي 3. هوريكم التجربه دلوقتي زي ما انتم شايفين. الميه تفتح تاتش مجرد لمس، تقفلها. ممكن تعلي درجه الحراره، ممكن توطي درجه الحراره. كده الميه سخنت، هنا درجه الحراره. دي اللي بتعملها ازاي بتاع الميه؟ دي اللي بتفتح الميه؟ ايوه. الحركه المس اكتر، المس من فوق. من فوق؟ ايوه. خليك دايس عشان دي سموث، حركه سموث. ده سخان سريع، فالميه مش بتسخن قوي. ممكن تقلل درجه الحراره. وده اللي بيعمل ايه؟ ده عامله ازاي؟ ده ممكن حضرتك تلبسه. دي الحركه.
هنا في لا خلاص هي دي كده اللي انا عارف، بس عايز اشوف ايه اللي جوه. كده السيركت يا بس ابدا استخدم لا لمس بس لمس يا فيري جنتل تاج، لمسه خفيفه جدا يعني. صح. برافو. ممتاز. الله يخليك. شكرا حبيبي. الف شكر. هاي برافو. الله يخليك الله يخليك. ممكن لو اتصل التليفون 0 اول حاجه 0 3 3 0 9 صح المرة. تمام حضرتك رد. الو صح الرقم صح مو غلط. زي كده هو بيحصل صدى بينه وبين الجهاز عشان جنب بعض يعني.